نورة أول متخرجة في صنف الدراجات وبطلة المغرب سابقة في الكيك بوكسينغ. الأساس اللي وقفنا عليه هو وجود الكفاءات الكبيرة في المعهد الملكي للشرطة. نورة كوسي، مدربة رياضية حائزة على عدة ألقاب في رياضة الكيك بوكسين وكذلك شهادة دولية في التدريب. ولما التحقت بصفوف المعهد الملكي المديرية العامة للأمن الوطني خديت واحد التدريب اللي هي شبه عسكرية أكاديمية. لما طرحت الفكرة ديال تكوين أول فوج دراجين إناث كانت تعليمات من سيد المعهد الملكي للشرطة باش نكون من ضمن صفوف هاد الدراجيات، وكان الاختيار ديالو في اختيار جيد لأن كانت واحد النتيجة مشرفة اللي عطات واحد العطاء كبير كشرطية دراجية بالخصوص. وفي التدريب ديال هاد الدراجيات الفوج الثاني يعني درنا حنا مجموعة من المؤطرين المسؤولين على السياقة، درنا واحد البرنامج يومي اللي كيجمع بين التدريب الرياضية وتدريب السياقة. من متدربة وخريجة الفوج الأول إمكانية نورة الرياضية والتقنية خلاها تتحمل مسؤولية التكوين. كما شتي كتساعد الخروج إلى مهمة على مطار الدراجة اللي كانت الحلم ديالي وخديتها كتحدي وعطى واحد العطاء اللي هو كبير. وبالنسبه كما شرت لك قبيله على التمارين الرياضيه اللي كنت كنزاول هي اللي عطاتني واحد المساعده اكثر. وفي الحين دابا كنشرف على تدريب الفوز الجديد للدراجيات. خاص تكون تدريب في المستوى، خصنا نكونوا قدوه. وبالنسبه لهاد المجهودات اللي كدار يعني وهاد النتائج اللي كتعطى راه ماشي سهله بالنسبه للمراه، لان الدراجه من هذا النوع 1200 يعني راه عندها واحد الوزن اللي خصنا نتعاملوا به. وباش نتعاملوا مع هذه الدراجه يعني خص تكون عندنا واحد اللياقه بدنيه اللي هي قويه، واحد تداريب يوميه باش كيكون واحد التعامل مع هذه الدراجه خصوصا في الشارع العام.